أنا دكتور تقى ودي tips and tricks عشان توصلي لأفضل نسخة من نفسك قبل نهاية السنة. ده فيه مكون واحد بس هيعالج كل مشاكل البشرة ويحولها 180 درجة، بيقلل التجاعيد، بيفتح، بيعالج الشباب، وكمان بيعالج الوايت بورد، المسام الواسعة. فهو الريتينول، والريتينول في الحقيقة هو من أقوى الأنتي ايجينج على الإطلاق. طيب ليه الريتينول مهم؟ لأنه بيزود تجديد البشرة، بيحفز إنتاج الكولاجين، بيعالج الحبوب، بيعالج البقع الغامقة، بيعالج الخطوط الرفيعة. انت لو عايزة بشرتك كده كأنها بتصحى من النوم فعليكي وعلى الريتينول. طب ايه الاخطاء اللي الناس بتعملها مع استخدام الريتينول؟ ان هي تستخدمه كل يوم من اول استخدام. ده هيزود الاحمرار والجفاف وهيعمل تهيج في البشره. تاني حاجه ان انا استخدم كميه كبيره، انتي بس محتاجه جزء قد حبه البسله هيكفي البشره كلها. تالت حاجه ان انا استخدمه مع فيتامين سي، ده بيعمل احمرار وتهيج وجفاف في البشره. فدي اخطاء المفروض نتجنبها تماما واحنا بنستخدم الريتينول. كمان ما ينفعش استخدمه ابدا ابدا على بشره مبلوله، لازم بشره تبقى جافة تماما، لان لو البشرة المبلولة هتزود نسبة امتصاصه فبرضه هيعمل تهيج واحمرار في البشرة. طب ايه هي الطريقة الصح لاستخدام الريتينول؟ اول حاجة في اول اسبوع استخدمه مرة واحدة بس في الاسبوع بالليل وبطريقة الساندوتش. ازاي بقى؟ ان انا احط مرطب، بعد كده احط ريتينول، بعد كده احط مرطب تاني. تمام. طب تاني اسبوع بستخدمه ازاي؟ اعمل نفس الطريقة بس ممكن استخدمه مرتين بس في الاسبوع. الاسبوع التالت نفس الطريقة بستخدمه 3 مرات. لو حسيت ان البشرة مش متقبلة وحصل تحسس او حساسية في الاسبوع التالت هكتفي برضو بمرتين. طب الروتين ازاي؟ اول حاجه بالليل غسول وانشف البشره كويس جدا، وبعد كده مرطب ستايل ساندوتش، مرطب ريتينول، بعد كده مرطب تاني وانام. تاني يوم غسول مرطب. لازم صن بلوك عشان البشره ما تتحرقش، وده مش اوبشن، لازم تاني يوم من ان انا استخدم الريتينول احط صن بلوك. نصايح مهمه قبل استخدام الريتينول: ممنوع تماما في الحوامل. لو بشرتك حساسه ممكن تبداي باقل تركيز. نوع للناس اللي عندها سكين بارير دامج، يعني تضرر في حاجز البشرة، ممنوع خالص. الثبات يا جماعة أهم من الكمية. أفضل ثابتة بالطريقة اللي احنا قلنا عليها، مرة بعدين مرتين بعدين 3 مرات. أهم من إن أنا أحط كمية كبيرة، لأن أصلا كمية كبيرة مش بفايدة خالص، هي بالعكس بتضرك. والموضوع محتاج استمرار لمدة مثلا مينيموم شهرين. الريتينول مش عدو البشرة، العدو الأساسي هو استخدامه غلط. فاستمري لمدة شهرين وهتلاقي افكت تحفة. بشرة أنضف، خطوط أقل، وترطيب أكتر، والبورز بقت أضيق كمان. ولو عندك مشكلة في السكين بارير يعني حاجز البشرة، فده الفيديو الجاي لحل المشكلة دي.